السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير ولقاكم هذا الفيديو نتوما في احسن الاحوال، نتوما والاسره ديالكم وليداتكم والديكم وحبابكم وكل ما عز عليكم. مرحبا بكم في قناه وسيط خاوله. والفيديو ديال اليوم غيكون عباره عن واحد لا طاغط اللي كتجي سهله وبسيطه ومكونات بساطين، وهي اللي تصلح في هذا الجو هذا، كتجي منعشه ولذيذه وبقوه اللذه ديالها. غيبان لكم في فيديو واحد انني دايره جوج ديال لي طاغط، لانه درتها بحال مثلا درتها نهار داز لا غد ليه سالات، عاودتها النهار الاخر، يعني في ظرف 3 ايام درتها جوج د المرات بكثرت ما عجباتني وعجبات وليداتي والاسره ديالي، كتجي رائعه. غير جربوها وانا متاكده حتى نتوما غادي تعاودوها ديروها وتعاودوها. المكونات ديالها بساطين، ما محتاجاش شي كريمه، شي مكونات كثارين متوفرين في كل بيت، وفي نفس الوقت لذيذه وسهله وبسيطه. الطورطه ديال الفلون اجي نديروها مع بعضياتنا، وانتم شوفوا في الفيديو غيبان لكم بانه هذيك الطورطه الاولى فمختلفه على هاد الطورطه الثانيه، حتى في الاطار درتو في شكل مربع وشكل اخر كان مستطيل، لانها بكثرت ما حمقتنا وبكثرت ما كتعجب الوليدات الصغار وكتعجب حتى الكبار، فراه غديريها وغتعاوديها. وقبل ما نبداو الفيديو فنصليو على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ودابا ندوزو الطريقه والمقادير، ولكن قبل خليو لي واحد جيم لايك اعجاب، وخليو لي واحد التعليق زوين بحالكم، ولا ما كنتوش مشتركين في القناه فاشتركوا فيها، مرحبا بكم. انا هنا كنقطع الحلوه باش نبينها لكم من الداخل، ولكن بكثرت ما عجبتني فبديت كنذوق ضغمه ورا ضغمه تنسيت راسي. فندوزو دابا الطريقه والمقادير. كنديروا الطبقه الاولى اللي غنحتاجو في المقادير ديالها: نصف كاس ديال الحليب، نصف كاس ديال الزيت، واحد الحبه ديال البيض، نصف كاس ديال السنيده اي السكر الخشن، واحد الحبه ديال الفانيا او نقدروا نديروا الفاني بودر او الفاني السائل. كنحتاجوا كذلك واحد ساشيه ديال الخماره الوزن ديالها 8 غرام، وكنحتاجوا الدقيق حسب الخليط. انا هنا عندي زلافه وغادي نقول لكم شحال هزات ليا في الاخر ديال الفيديو. بالنسبه للعبار فانا هنا عبرت بالكاس ديال العنبه، يعني باين وواضح كي كتشوفوا واحد الجينواز اولا واحد الكيك اللي ساهل وبسيط ودغيا كيوجد في نفس الوقت كيجي مفشفش وزوين. صافي هنا في الخلاط الكهربائي كندير هذيك الحبه ديال البيض وكنزيد عليها واحد الرشيشه ديال الملح، دائما كنديروا الملحه هكذا كتعدل لنا الاذواق. صافي كنخلط، وفي نفس الوقت كنزيد السنيده، كنزيد الزيت، وانا كنخلط ما كنوقفش الخلاط الكهربائي، كنحلي غير الغلاقه وكنبدا نضيف المكونات وكنضيف الحليب والفانيلا وكنخلط مزيان 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 حتى كنحس بالخليط بدا يبيض ويضاعف لينا الحجم ديالو. عاد كنضيف الدقيق والخماره اولا الخميره الكيماويه، دائما هكذا الا بغيت الكيكه تجيني اولا الجينواز يجيني مفشفش شويه، فكنخلط المكونات السائله مع بعضياتها مع السكر والبيض حتى كيتضاعفوا كينسجموا لينا مزيان 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 ويطلقوا لينا دوك الرغاوي. عاد كنضيفوا المكونات الاخرين اللي هي الدقيق خلاص والكاكاو الا غنديروا الكاكاو والخماره. صافي هنايا ملي كنسالي كنضيف بالنسبه للعدد او الكميه اللي احتاجت ديال الدقيق فهي 10 ديال المعالق كبارين ديال الدقيق الابيض. صافي هنايا من بعد ما كنخلط المكونات كنديرهم في واحد المول اللي كيتحل اولا في واحد الاطار. هو من الاحسن ديروا المول، لانه الاطار فاش كتجيو ديروا الطبقه الثالثه شويه كتسيل منه، سورتو هذا الاطار اللي عندي انا فجاي مهزوز، يعني ما جايش هكذا ملاطي مع الارض، لا جاي مهزوز. صافي هنايا درتو على شكل مربع، وفي الوصفه الاخرى غادي نديرو عاوتاني على شكل مستطيل، ولكن احسن انه يكون عندكم مول اللي كيتحل من الجناب. صافي كندخلها الفراني طيب على درجه حراره 180 واحد ربع ساعه تقريبا كتكون وجدات، وكندوز نوجد الطبقه الثانيه اللي غنحتاج فيها نصف لتر ديال الحليب، غنحتاج واحد شويه ديال الفاني، انا هنا عندي فاني بودر، غنحتاج واحد المعلقه كبيره ديال الجبن اختياريه، نقدروا نستغناو عليها الا ما بغيناش نضيفوها، غنضيفوها في الاخر ديال الخليط، عفوا في الاخر ديال يعني حتى كطيب لينا هاد الكريمه. وغنحتاج كذلك لا كريم باتيسير، واحد 3 المعالق كبار ديال لا كريم باتيسير، نقدروا نديروا النشا ولكن انا كنفضل لا كريم باتيسير في هاد الوصفه هادي، حتى النشا كيجي زوين. تقدروا النشا ديروه اولا مايزينا وديروه في الاخر واحد العلبه ديال الياغورت بالنكهه الفاني، هكذا كيعطيكم داك لوغو مختلف وزوين. انا هنايا عندي لا كريم باتيسير فيها نكهه الفاني، وعندي نكهه الفاني كاضافه حتى هي كتجي زوينه صراحه.
صافي كنخلطوا 3 المعالق كبار كي قلت لكم ديال الفاني. هنا نسيت ما صورتش السكر حتى هو راه كنحتاجو 3 المعالق كبار ديال السكر سنيده، واحد راس معلقه صغيره ديال نكهه الفاني، ونص لتر الحليب كنديروهم فوق النار حتى كيغلاو، وكنحصلوا على كريمه عاقده، كريمه باتيسيير ولا كريمه الحلواني بغيتو تحضروها في الدار يكون احسن. انايا مع هذه دايرها طارطه سهله وبسيطه وسريعه التحضير، فقلت غادي نديرها بالمستحضر ديال كريم باتيسيير. صافي كنخلط وكنديرو فوق النار حتى كيغلاو، كنحصلوا على كريمه. هنا من بعد ما طابت لينا الكيكه كنخرجوها وكنسقيوها. انا هنا غنسقيها بالحليب، يعني غنبقاو مع اسهل حاجه، ما غنحضروش شي سيرو ولا شي حاجه. كي قلت لكم هاد لاطاخت هادي اولا هاد الطورطه هادي فراه هي بمكونات بساطين وبطريقه سهله وبسيطه تحضريها فواحد السويعه د المكانه، هي وجدات وسالات وكل شيء، يعني سهله بزاف بزاف. والدليل هو انني صايبتها في 3 ايام 2 المرات. من بعد ما كنسقيها كنخليها تشرب غير واحد 2 دقائق تقريبا. كناخذ هذيك لا كريم باتيسير اللي وجدت، كنضيف لها ديك المعلقه ديال الجبن ونخلط مزيان وهي سخونه هكذا. كتذوب لينا ديك المعلقه ديال الجبن في هذيك لا كريم، وكتعطي واحد النكهه كتخليها تجي غنيه اكثر ومذاقها زوين. صافي كنكبها على الكيكه وهي سخونه بطبيعه الحال قبل ما تجمد لينا. صافي وكنخليها حتى كتبرد يعني ما كيبقاش يخرج منها هذا البخار، وكتجمد هذيك الطبقه. عاد كنضيف لها الطبقه الثالثه اللي غادي ندير معكم دابا المكونات ديالها. المقادير ديال الطبقه الثالثه، فإلا بقى لكم شي فلون من رمضان هذا هو وقت تجبدوه وديروا به هاد لاطاخت. كنحتاجو 2 علب ديال الفلون ديال الشوكولا، 3 المعالق كبار ديال السكر سنيده، عندي هنا معلقه صغيره ديال القهوه، وعندي واحد طريفات شي حبيبات ديال الشوكولا. انا هنا درت غير قليل لانه عندي فيه شوكولا غيش اولا شوكولا 75% ديال الكاكاو، يعني كيجي مر وكيجي المذاق ديالو عاطي. داكشي علاش درتو غير قليل وغيعطينا كو زوين. الا كان غير الشوكولات العادي فضيفوا الكميه اللي بغيتو نتوما، هكذا تعطيكم لوغو تعطيكم حتى القوام. وكنحتاج كذلك نصف لتر ديال الماء، كنعبروا 3 الكيسان ديال العنبه ولا نصف لتر ديال الماء. كنديروا في كاسرونه نضيفوا عليه هذاك الفلون اللي عندنا 2 علب كي قلت لكم ديال الفلون، لانه الفلون في الحليب كيشد ولكن في الماء راه ما كيشدش مزيان، يعني ضروري خصنا 2 ماشي وحده، غير الصغيورين اللي ما كيكونش فيهم السكر. انا اختاريت نكهه الشوكولا، تقدروا تختاروا نكهه الكراميل، ولكن الشوكولا كتواتى بزاف مع القهوه وكيتواتاو بجوجهم بزاف مع لا كريم باتيسير. غير جربوها بهذه الطريقه ديالي وان شاء الله متاكده غادي توليو يعني كديروها وتولي معتمده عندكم. صافي هنايا كندير القهوه سريعه الذوبان حتى هي، وكنديرهم فوق النار حتى كيغلاو، يعني كيطيب لينا داك الفلون. ما كنديروش غير حتى كطلعوا الغليه ونحيدوا، لا باش يشد لينا الفلون فكنخليوه يغلى ويعاود حتى كيغلى مزيان مزيان. عاد كنحيدوهم فوق النار ونضيفوا ليه دوك الحبيبات ديال الشوكولا وكنخليوهم نخلطوهم ونخليوهم يذوبوا مزيان. صافي من بعد كنديروا كطبقه ثالثه فوق الطورطه وكنخليها حتى كتبرد مزيان مزيان. هاد الطورطه هذه كتبغي تبرد حيت كيجي فيها لوغو ديال القهوه، هكذاك قهوه بحال القهوه كلاصي كتجي رائعه بزاف بزاف. بالنسبه للتزيين فانا زينت بداك الشيء اللي متوفر عندي، يعني ما كلفتش راسي. الطورطه الاولى زينتها النهار الاول زعما زينتها بدوك حبيبات ديال الشوكولا هكذا بالملونين، وزينتها بالفيوتين، والثانيه زينتها باللوز مهرمش مقلي ومهرمش وحتى هي حبيبات الشوكولا. المهم التزيين كيبقى حسب شنو متوفر عند كل واحد وشنو كيبغي، وكنقدمهم بالصحه والراحه. كيجيو رائعين لا شكلا ولا مذاقا ولا يعني التحضير ديالهم بسيط وسهل وسريع. بالنسبه للنصيحه من الاحسن الى عندكم بحال هذا الاطار فغادي يعذبكم شويه، غيبدا يسيل لكم شي شويه داك الفلون. داكشي علاش الا كان عندكم مول ديال الزاج ديروها في مول الزاج، يعني بلا ما تحتاجوا ديموليوها كتقدموها هكاك. وإلا عندكم المول اللي كيتحل غيكون احسن، يعني هو ما كيدوزش ما كيسيلش السوائل. انا هذا سيل ليا هذاك الفلون، ولكن هو اللي كان متوفر عندي زعما في هاد الايام هادو، لانه المول ديال اللي كيتحل من الجناب فتقشر وبحال تصدى صافي وريحته ما بقيتش باغا نستعملو. كنقول دابا نخرج نشري شي مول كيتحل، نخرج نشري ايوا مازال ما كتبش.
صافي. ومازال ما كتبش وما متوفرش، ما كاينيش اننا ما نديروهاش، لا نديروها نديروها غير في مول ديال الزاج، راه حتى هو كيجي زوين، ماش لا داعي اننا نديموليوها. المهم ديروها لوليداتكم وفرحوهم بها، راه غادي تعجبهم بزاف بزاف، كيجي الشكل ديالها زوين والمذاق اجمل واروع. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يعجبكم. ما تنساوش تخليو لي جيم، لايك، اعجاب، ما تبخلوش عليا بالتعليق ديالكم، ما تبخلوش عليا الاشتراك ديالكم الا مازال ما كنتوش مشتركين في القناه، فضغطوا على داك الزر ديال الاشتراك، ما تخسروا والو. وهكذا انا كنزيد نشجع، كنعرف بان هذا المحتوى كيعجبكم وكنزيد نكثر منه. شكرا بزاف على المتابعه. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. خليت لكم الراحه وخليت لكم الهنا اللي ما يفنى. السلام عليكم.